اتفضل اهو بسم الله. ما شاء الله. بس الحاج عبد الغني عمل لنا كوبايه شاي على الصبح النهارده الجمعه اهو. تسلم ايدك. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ النهارده انا في الحي العاشر في مدينه نصر وبالتحديد في الواحه في شارع 3. امبارح وانا معدي في الشارع ده لقيت شباب اوزبكستانيين فاتحين مخبز للصمصه والخبز الاوزبكي، وبقالهم اسبوع بالظبط فاتحين. قلت لازم اجي ادعمهم عشان الناس تعرفهم، وكل الناس اللي بيحبوا الصمصه والخبز الاوزبكي يجي ياكلوا عند الناس دي، لان الناس محترمه جدا بصراحه. وزي ما شفتوا الفيديو اللي فات اللي كان مع عثمان النيجيري، ما شاء الله ناس كتير راحت كلت السيريه اللي هو اللحم النيجيري. واللي ما شافش الفيديو يخش يشوفه على القناه على اليوتيوب او على الفيسبوك او على التيك توك كمان. انا اسمي احمد عبد الله اللي اول مره يشوفني، واتمنى ان انت تتابعني وتدعي لي دعوه حلوه، وتدعي كمان للناس اللي انا رايح لهم دول دعوه حلوه. يلا بينا نروح ندوق احلى صمصه من احلى ناس اوزبكستانيين موجودين في مصر. ده المخبز بتاعهم. هما كاتبين هنا ايه بقى؟ واحد خبز اوزبكي ب 12 جنيه. طبعا كاتبينها بالانجليزي وكاتبينها باللغه الاوزبكستانيه. كيف حالك؟ الحمد لله. عامل ايه؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك ايه؟ كيف حالك يا اخي؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله. الاول بس عرفني بنفسك. اسمي صلاح الدين بسم الله ما شاء الله. من اوزبكستان. انت صوتك واطي، انت لسه ما فطرتش. لسه ما فطرتش صح؟ صح. المشروع اللي انتوا عاملينه انت والشيخ عبد الغني هنا، يعني بدأتوا من قد ايه الاول؟ احنا اولين في مكان اخر عندنا كنت موجود. فاتح مكان تاني. نعم. تمام. فين المكان التاني كان؟ مكان ثاني هنا في مدينة نصر؟ نعم نعم، في الناحية الثانية. الناحية التانية. نعم. وبعدين قررتوا ان انتوا تفتحوا هنا بقى، بقالك قد ايه هنا؟ تقريبا اسبوع. اسبوع. نعم. ما شاء الله عليك. بص الخبز طالع عامل ازاي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ده لسه مقرمش. انا عايز اطلع واحده يا شيخ اهو. بسم الله. هنا ايوه اتفضل. ده ما شاء الله عليهم. لا حاجه جامده، حاجه جامده. بسم الله ما شاء الله. بصوا ايوه بقى. بص ابو زينب بيساعدنا اهو ما شاء الله. الفرن الاوزبكي مختلف جدا، هو اصلا تقريبا كده شبه الافغانستاني اكتر، يعني نفس المنطقه بيعملوا نفس الشكل ده، بس كل واحد طبعا ليه طريقته يعني. قول لي بقى العنوان بتاعنا فين؟ العنوان بتاعنا شارع 3 3 في الواحه. في الواحة. نعم. تمام. قدام كازيون على طول. بصوا كازيون كده، هات يا احمد كازيون كده. بس كازيون هناك اهو، هم قدامه على طول في وشه، يعني في شارع 3. ما يتوهش خالص على فكره العنوان. قول لي انت بتعملوا ايه؟ خبز اوزبكي وتميز. تمييز. نعم. خبز اوزبكي برضه مع رده. واللي هو بتاع الرجيم. قول لي ما شاء الله لا قوه الا بالله، انتوا بتدرسوا كلكم هنا في مصر؟ نعم. يعني حتى اولاد الشيخ عبد الغني بيدرسوا؟ يدرس في الازهر. انت بتدرس ايه في الازهر؟ شرعية. الشريعه. نعم. في سنه كام؟ 3. سنه 3. نعم. ما شاء الله. قول لي انت قلت لي انت منين؟ من اوزبكستان. البلد في اوزبكستان اسمها ايه؟ طشقند. طشقند. هي الخلطه دي عباره عن ايه يا صلاح؟ دي عباره عن ايه؟ دي جبنه. جبنه. جبنه قريش؟ نعم. ما شاء الله. قول لي انت ده المشروع ده عشان يساعدك في دراستك، ولا عشان انت نخدم الناس اللي موجودين الاوزبكستانيين هنا اكتر، نبيع لهم الخبز؟ يعني مكسب مادي اكتر ولا مكسب ان انا اكل الناس الخبز الاوزبكي؟ نعم. الناس كثير يريدون خبز اوزبكي هنا. بالظبط. ايضا انا ايضا مع عائلتي اسكن هنا. انت متجوز؟ نعم. ما شاء الله. معاك ولاد قد ايه؟ 2.
مش اسمهم ايه؟ أبو بكر وسمية. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم يا اخي. يعني برضه انه يدخل دخل للبيت، ان في مصروف للبيت. نعم. بكام الرغيف يا معلم؟ ب 12 جنيه. 12 جنيه تميز او الخبز؟ تميز وخبز برضه. ده ب 12 جنيه. حلو. قال لي الشيخ عبد الغني قال لي 330 جرام. صح. والله عايز الناس كلها ان شاء الله، الناس كلها تيجي هنا تدوق التميز ده، لان التميز ده امبارح دقته هايل. خش على الحاج عبد الغني. هو كده بيهدي الفرن. عشان حرارة عالية. ما شاء الله النظافة والجمال، يعني شكل الحاجة شكلها تتاكل وهي لسه ما دخلتش الفرن اصلا. ربنا يا رب يبارك لهم. اتفضل. عبد الله هيموت. ده إصابة. انا عشان محمد موت. ناس كتير ان شاء الله هتيجي باذن الله لما تتفرج على الفيديو ده. قول لي رقم تليفون لو حد عايز يجي يكلمك على التليفون تقول له العنوان. 0115 809 1852. ما شاء الله ده رقم صلاح الدين، هو اللي عايز يجي هنا عشان ياخد التميز او ياخد الخبز الاوزبكي، وبعد كده يبقى في صمصه كمان. ايه الاكله اللي مشهوره عندكم بقى؟ اكتر اكله؟ رز بخاري. الرز البخاري ده انا دقته مره بصراحه رهيب يعني. بصوا شكله تحفه. قرب يطلع اهو محمد. ايوه محمد ما شاء الله. لما شفتك امبارح سبحان الله حسيت ان المكان محتاج دعم شويه، الناس تيجي اكتر. نعم. الخبز اللي بيبات تاني يوم بنعمل فيه ايه؟ يعني نعطي مجانا. مجانا. نعم. بسم الله ما شاء الله. اهو بص انت اول واحد تاخد الرغيف اهو لسه طالع. بص بقى تعال محمد، تعال نشوف الشيخ عبد الغني وبيطلعه بقى. ده بيطلع بقى بصوا ازاي؟ انتوا بتعجنوه كيف يعني؟ دقيق مية خميرة خميرة شوية زيت شوية. ما شاء الله شوية. ما شاء الله. بصوا طالع تمام كده. رهيب. ما شاء الله. بس شكله هو طالع من الفرن اصلا يتاكل حاف كده، مش محتاج ان احنا نروح بيه البيت يعني. انا بقى عايز اسمع آية من سورة صغيرة بس بصوتك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بارك الله فيك يا أخي، بارك الله فيك والله. جميل. صلاح الدين من ربنا ينفعك بالقرآن وينفع أولادك. الرزق عمره ما كان في يوم بكتر المال، في حد رزقه في صحة وحد رزقه عال، وفي حد رزقه في سترة ورزقه راحة بال. يعني الكمال لله مبدل الأحوال، كل لما يرضى العبد بيزيد من هداه. طبعا زي ما انتم شايفين اشتريت منهم الخبز الاوزبكي. بسم الله ما شاء الله حاجة يعني في منتهى الجمال. لازم كل الناس تجرب الناس دي، والله هتدعوا لي بجد، لان العيش التميز ناس كتير بتعشقه هنا في مصر، بالذات اللي راح السعودية وراح عمرة كان العيش التميز ده كتير.